في اخباركم راه حصلت ماشي 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 غبار كبير في الذروه في كازا. واحد الجلسه كانت جلسه ديال الجهد. هي غتوقع طرطاي في الشمال الكونيه كارمه في واد الله وديرها موت. البداية ديال لا فيديو سمعتو أشنو كان قال تحفة في هذا الموضوع هذا، لأنه أخبار رائجة أنه أيضا شي ناس شافوا دنيا باطمة في المكان مع تجار المخدرات ومع البارونات. دنيا باطمة خرجت جاوبات تحفة في واحد ستوري ليلة أمس وكتبات ليه الله يكفينا ويكفيكم شر ولاد الحرام، ولاد الحرام يبعدهم عنا وعنكم. يعني هذا هو ستوري اللي كانت نزلت، لأنه ما خرجاتش جاوباته، لأنه كيأكد أيضا ممكن يلقاوها مقتولة في شي بلاصة. وهاد الكلام راه قلت لكم كان كيقولوا لها شحال هذا كيقول لها راه تقدري لقاو في شي بلاصة ميتة، لأن هاد البارونات اللي كتلعبي معاهم هادو راه ما معاهمش، يعني ما تثقيش فيهم وما معاهمش الخير، ومن الأحسن بنادم على الطريق يعطيها اتساع. دنيا باطمة ما عمرها خرجات دارت شي لايف ولا شي حاجة على تحفة ولا جاوباتو، وإنما كان نسمعوا أنه داروا شكايات. واليوم أيضا سمعنا على الانستغرام وبعد لي فان ديالها هي كيقولوا أنه تمت شكاية في السفارة الأمريكية بتحفة بالتهمة ديال التهديد وتصفية الجسد ديال دنيا باطمة، لأنه مثلها بواحد الطريقة وتعوج تحفة وقالها الطريقة باش غادي تلقاوها ميتة. كتعرفوا تحفة والروح الدعابة اللي كتكون عنده في اللايف كيكون كيهضر في شي موضوع وضروري كيدخل معاه شي حركة ولا شي حاجة باش كيبقى مفوج على الناس وهما متابعينه. هذا ماشي كدفاع عليه، وانما هادو راه مواضيع اللي كيكون كيهضر فيهم وكنشوف انا هاد الحركات كيديرهم. بزاف ديال الشكايات قال لك اللي غادي يداروا به في السفاره الامريكيه وبهاد الناس هادو اللي يهضر عليهم كاملين. ودنيا باطمة كتوكل زعما الله فيه، لانه حرمها من شي حاجه ديال الارتياح. هي كتنزل بوستات واغاني عليه هو، لأنه هو الوحيد اللي مازال عنده القدرة كيخرج في لايف وكيذكرها بالاسم وبالصوت وخارج الصورة وكيهضر عليها درتي ودرتي ودرتي. بحال فاش مثلا الزلزال فاش مشات غناس يعني واجهها وقال لها انا هذه ما عمرني غادي ننساها لك ودائما غادي نبقى نجبدها لك. كنقول لك خوتك المغاربه ماتوا وباقي الاخرين تحت الانقاض، والملك اعلن الحداد وانتي مشيتي كتغني بحال ما واقع والو في المغرب. هذا هو السبب ديال الكره ديال دنيا باطمة التحفة، لأنه دائما كيبقى يجبد ليها الحوايج اللي كتكون كدير الاخطاء اللي كدير وكتعاود تاني تعملهم، كيجبد ليها الاسرار واي حاجه كيسمعها كيخرج كيواجهها بها.